الزمان شهر أكتوبر 2021. المكان إحدى قرى محافظة القيلوبية بجمهورية مصر العربية. في المجتمعات الشرقية عندهم الأعراس مقدسينهم ويديروا فيهم عاداتهم وتقاليدهم، والأعراس عندهم ماشي ليلة وتفوت، قادرة يولي مهرجان ما يخلصش في مصر، سورتو القريات الصغار. في وسط هذا الفرح كانت كاينة طفلة اسمها عابر، عمرها 20 سنة، توجد روحها باش تدخل للقفص الذهبي. عقدت مع ولد عمتها وحب حياتها أحمد اللي كان ما يفوتهاش بزاف في العمر، وكانوا كامل يحكوا على الامور اللي كان بيناتهم اللي كبر مع الايام في ذيك القرية الصغيرة. قبل يومين برك من الواقعة اللي صرات داروا العقد مع العائلة والأحباب وسط الفرحة ذيك والصغاريت، والبنات متداورين بعابير فرحانين بيها باسكو راح تتزوج بالإنسان اللي حباته. في ذيك الليلة كانوا يوجدوا للحنة، وهي ليلة سبيسيال للعروسة تجي قبل العرس. لبست عابير واستيكت روحها، راكم تعرفوا العروسة، وداروا لها الحنة، والنساء متداورين بيها يغنوا يشطحوا وهي ميتة بالفرحة، الدنيا مش واسعتها. يعني كانت باينة باللي راضية بالزواج هذا، وكان حلمها تتزوج بحب حياتها أحمد. مي ضربة واحدة تقلبت كامل هذيك الأجواء. جويه 10 تاع الليل عيطوا العابر ابل تليفون مش متوقعة، أي تقلب وجهها، ناضت من بلاصتها وراحت تجري ليماها، قالت لها نخرج دقيقة ونجي. ما كانش لي كان على باله باللي هذه آخر لحظة راح يزيدوا يشوفوا فيها عابر حية. خرجت من دارهم مخلية موراها الفرحة، الغناء، اللمة، الغاشي، مما ولاتش كامل. الدقايق هذوك اللي قالت لي يماها ذوك ترجع فيهم رجعوا ساعات. بدأ القلق ياكل في عائلتها، وزاد وصل وقت العرس اللي كان بعد يومين من الحنة. كانوا كامل يستناو في كاش خبر عليها، مي في النهار اللي نورمالمو يكون فيه العرس تقلبت الفرحة المأساة. صابوا جثة عابر مرمية قدام دارهم، والجثة كانت في وضع كارثي، وكامل الشعب كان مصدوم. كانوا يسيوا يستوعبوا واش صرا. العرس رجع جنازة، وليلة الحنة رجعت ذكرى عيانة بزاف. زعما وش صرا للعروسة، وكيفاش خلصت عليها جثة مقتولة مليوحة قدام دارهم، في عوض تخلص عليها متزوجة ومع راجلها. باش تعرفوا الإجابة على هذه الكاسيون كملوا الفيديو للآخر، وما تنساوش الاشتراك في القناة. بعد ما بانت عابر ليلة الحنة تقلقوا عليها دارهم وحبسوا كامل الغنا ذاك والعرس. بداو يحوسوا عليها في القرية وما صابوا حتى حاجة عليها، وبدات الهضرة تمشي والناس تهدر باللي عابر هربت من عرسها. كانت هذه الإشاعات مع الأول تبان لهم لوجيك، سورتو كي الزواج كان مع وليد عمتها، كونكوا والديها سيفوا عليها هذا الزواج، وهذا اللي خلاها تهرب. على هذه قرر باباها يغطي الفضيحة وما يديكلاريش عند لابوليس، ودايرين في بالهم ترجع. مي عائلتها كانوا عارفين باللي ما هربتش ومش مأمنين الهضرة اللي راهي تدور. كانوا يعرفوا بنتهم مليح ويعرفوا شحال تحب خطيبها، كانت دايما تحكي على عرسها وتستنى فيه ب10 عينين، وما كانت كاينة حتى حاجة تبين باللي راهي مفرسي على هذا الزواج. خطبتهم كانت 4 سنين، وفي هذيك لابريود اتطورت العلاقة بيناتهم القصة حب كبيرة ومعروفة في القرية، وتالمو كانوا مزيرين أهل القرية. أحمد كان يقدر يشوف عابر مرة في السمانة برك، كان يشري لها لي كادو، متهلي فيها، مهتم بها بزاف، وكانت فرحانة معاه. كانوا البنات في القرية حاسدين عابر على خطيبها أحمد، كان شباب وكان حنين على عابر، هذا اللي خلاها تشت فيه وولات تغير عليه بزاف. هذا دار لهم مشاكل كبار، مي كان أحمد يقدر يجير العلاقة تاعو ولي بروبلام ويكالمي عابر بكلامه المحسول. كانوا كامل شايفين الفرحة على وجه عابر، كانت تحكي من قلبها على عرسها والتحضيرات ولا غوب بلانش، وما كانش كاين يلو كان شك صغير باللي ما تحبوش ومش حابة تكون شريكة حياته. مالغري كانت العائلة متأكدة باللي الطفلة ما هربتش، مي ما ديكلاراوش وبقاو يستناو فيها ترجع.
من الأمل داك تبخر كامل في صباحية العرس. جاتهم آبيل من عند لابوليس باللي صابوا جثة طفلة جون في مور دارهم. كانت الصدمة كبيرة على التوقعات تاعهم. داو لابوليس العائلة للمشرحة باش يشوفوا اسكو الجثة تاع عابر ولا لا. كي هبطوا الكفن عليها عائلتها ما قدرتش من الخلعة. صابوها عابر بنتهم العزيزة اللي نورمالمو كانت راح تلبس لاغوب بلونش لعرسها مكسلة قدامهم ميتة. كانت الصدمة كبيرة والبكا ما حبسش والمشهد كبير ما يتوصفش. تقرير الطبيب الشرعي قال باللي عابر تقتلت ذيك الليلة اللي خرجت فيها، وهذا يأكد باللي لابيل اللي وصلتها كانت خطة باش يقتلوها. التحقيقات بينت باللي الطفلة انطعنت في رقبتها وفي القلب، وهذا اللي قتلها سيربلاس، والضربات اللي داتهم بينت شر القاتل. وبداو لي كاستون يزيدوا شكون اللي خطط لهذا وعلاش. بعد ما استوجبوا العائلة عرفوا المحققين أنه مفتاح هذه القضية يصيبوه في ليزابيل تاع التليفون. مي الصدمة الكبيرة كانت اللهنة. كي بانت باللي آبيل الأخرى اللي وصلت العابر كانت من عند خطيبها ووليد عمتها أحمد. حتى لهذاك المومو كان التليفون عابر ما بانش. أي تبعوا الإشارات التالية للتليفون صابوه في دار أحمد، وهذا اللي خلى كامل الشكوك على أحمد. وعلى هذيك جابوه للكوميسارية باش يديروا معاه لونكات. مع الأول سقساوه على التليفون كيفاش وصل لعنده، ميتهرب باحترافية وما مدلهم حتى تفسير باين، وزاد أكد لهم باللي كان مشغول الليلة هذيك يستقبل في الضيوف اللي جايين يباركولو، وقال لهم عندي أكثر من 30 شاهد يشهدوا باللي كنت بعيد على موقع الجريمة. مي هذا ما قدرش يسلكو، وزادت الشكوك عليه، وما كانش سبب مقنع على كيفاش التليفون كان عنده. أي قرروا يعتقلوا أحمد عندهم، وإيكيب واحد أخرى راح تتفتش دارو. كانت السيربرايز الكبيرة كي صابوا لا بوليس في شامبرتو موس كبيرة عايمة في الدم مخبية مليح. بحثوا الموس للمعمل الجنائي، وأكد التحليل الدم اللي في الموس يكون العابر والبصامات تاع أحمد. وهنا ولا باين للمحققين باللي الموس هذه هي أداة الجريمة، وباللي أحمد هو القاتل. وكي واجهوه ما صابش كيفاش يتهرب ويبرأ روحه، واستعرف وبدا يحكي واش صرا. قالهم باللي جامي حب عابر وما كانش حاب يتزوج بيها، مي والديه سيفوا عليه. يقنعهم باللي ماهوش قابل هذا الزواج، وزاد أكد باللي كان يعيش استوار داموغ مع طفلة خلاف وكان يعشق فيها لدرجة كبيرة. مي هذا الشي ما بدل والو عند والديه، وزادوا زيروه على زواجه من عابر باسكو من عائلته، وهدوه باش يقطعوا عليه كلش الدراهم ورث كلش، ويزيدوا يحاوزوه من الدار إذا ما قبلش يتزوج بيها. هكاكو كان يسيي أحمد يصيب حل يخليه يجبد من هذا الزواج، وكانت ما زالت علاقته بالطفلة الأخرى وتزوج بها عرفي، ووعدها باش يعقد عليها قدام الناس غير يتهنى من عابر. ميكي وصل العرس زاد الضغط عليه وولات حياته غير كذب، حتى صاب حل واحد يهنيه من هذا المشكل. في 4 سنين هذيك تاع الخطبة كان أحمد يسي يحبس مع عابر، مي يخليها تجي من عندها قدام والديه باش هو يبان الضحية. أي دوموندا من صاحبته تبعث دي ميساج مجهولة لعابر فيها تهديدات وصوالح بيرسونيل باش تخوفها وتخليها تحبس الخطبة. كان يحكي لصاحبته على حوايج خاصين يخصوا حياة عابر، وصح الخطة تاعو وبدأت تنجح، وبدأت عابر تقول لأحمد باللي راك تخدع فيا وراك في علاقة مع واحدة أخرى. مي أحمد باش ما يتفضحش مثل باللي راه شاد في عابر، وزاد تأكد باللي مو حال راح تسمح فيه كي يسرى وش يسرى. حتى وصل أحمد القناعة باللي باش يتهنى منها لازم يقتلها، وبدأ يخطط كيفاش يقضي عليها. خير ليلة الحنة باسكو كامل القرية تكون مشغولة في العرس، وجويه 10 تاع الليل عيط العابر كونكواره داير لها سوربرايز تفرح،
وقالها اخرجي ليا مور داركم، وأكد لها ما تقول لحتى واحد باللي راح تتلاقاه. كانت عابر مسكينة متحمسة لواش راه يستنى فيها، وراحت تجري ليه بعد ما قالت ليماها راح تخرج دقيقة وتولي. وصلت عابر لذيك البلاصة، صابت أحمد يستنى فيها، مدلها قماشة وقالها غطي عينيك باش يوري لها السيربرايز. ما شكتش عابر كامل في خطيبها يا لو كان شوي، بالعكس كانت فرحانة ودايرة فيه النية، ما كانش على بالها باللي هذاك راح يكون آخر وش راح تدير في حياتها. غير غطات عينيها جبت أحمد ديك الموس الكبيرة وطاح عليها يدك فيها في الرقبة والقلب. كانت الضربات وحشية وفي بلايص تاع موت، هذا يأكد باللي كان مصمم باش يقتلها. خلى الجثة مرمية في بلاصتها ورجع للدار باش يخبي آثار الجريمة. موراها راح للفرح وكل شي مسرى. اعترافات تاعو كانت صادمة على العائلتين للزوج. دخلت يماه في غيبوبة بعد ما عرفت باللي هي سبة في وليدها كيقتل بنت خوها. حكموا عليه بالإعدام. مي هذا الحكم ما بردش الحرقة في قلب عائلتها، وعرفوا باللي عائلة أحمد مام هما عندهم يد في موت بنتهم. مالغري خرج الحكم ما تكالماتش الحالة بين العائلتين، كانت العداوة ما زالها تكبر. وبعد عامين من الإعدام في النهار كان واحد من خاوة أحمد يمشي في القرية، قطعله الطريق خو عابر وفكروا بقتيلة أختو، وبدا يهدد فيه وجبدله الموس ودقوا بيها في القلب، وكمل معاه قدام أهل القرية كامل اللي ما قدروا يديروا والو. راح خو عابر سلم روحه وزاد أكد في التحقيق باللي ما هوش من الدم يلو كان شوي على واش دار، وهذا وين ارتاح كدا ثار اختو. ضك جاوبوني، اسكو أحمد كان ضحية تاع ضغط والديه باش وصل دار هذا الشي، ولا واش دار يتحمله هو برك وهذا يعكس شخصيته الإجرامية؟